بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الأول الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابب أبارك لكل الناس، مبروك دخولكم ثانوي، وإن شاء الله خطوة أو أول خطوة في بداية تحقيق كل واحد لحلمه وهدفه بإذن الله. ربنا يوفقكم جميعا. هناخد في الحصة النهاردة متطلبات قبلية على الوحدة الأولى. يعني قبل ما نبدأ الوحدة الأولى في الجبر، تعالى نفتكر مع بعض شوية حاجات خدناهم في تالتة إعدادي هينفعونا وهيفيدونا إن شاء الله في الوحدة الأولى، إن هي وحدة الجبر منهج الترم الأول. لما يجي يقول لي أوجد في ح مجموعة حل المعادلة دي، معادلة من الدرجة التانية عشان هنا السين أس 2. تعالى نفتكر كده كنا بنحلها إزاي. أول حاجة كنا بنصفر المعادلة. يعني إيه تصفر المعادلة؟ يعني خلي كل حاجة على الناحية اليمين وما تخليش حاجة بعد يساوي غير صفر. فأنا هنا عندي س تربيع ناقص 5 س، هندخل الستة دي بعكس إشارتها تبقى سالب 6 يساوي، مش باقي معايا حاجة على الشمال هنا فهكتب صفر، يبقى أنا كده صفرت المعادلة. طيب هحل المعادلة إزاي؟ كنا اتكلمنا في تالتة إعدادي يا إما بالتحليل يا إما لو ملهاش تحليل هتحل بالقانون العام. طب تعالى نشوف دي لها تحليل ولا لأ. ده مقدار كنا بنسميه كده في سنة تانية ثلاثي بسيط. بص كده على الحد الأخير ده، كام في كام يديلك 6 ولما تطرحهم، عشان هنا الإشارة سالب، لو كانت الإشارة موجب هقول لما أجمعهم، فهنا هقول كام في كام يديني 6 ولما أطرحهم يديني 5. في حاجتين نضربهم في بعض يدينا 6 ولما نطرحهم يدينا 5، أن هي 1 في 6. فالكلام ده هنحلله كده بقوسين ونسويهم برضو بصفر. السين تربيع عبارة عن س في س، والستة 1 في 6 يديني 6 ولما اطرح 6 ناقص 1 فعلا يديني 5. بقى عندنا الإشارات، لو الحد الأخير موجب كنا بنقول خد إشارة النص دي للقوسين، إنما هنا الحد الأخير سالب يبقى إشارة النص مش هتروح للقوسين، هتروح للعدد الكبير بس ان هو الستة، والتاني عكسه، إشارة النص سالب اديتها للستة الكبيرة والتانية عكسها ان هي بالموجب. فهنا عندي القوسين دول يساوي صفر، اقول له يا اما س زائد 1 هي اللي بصفر يا اما س ناقص 6 هي اللي بصفر. من هنا هنحل معادلة يبقى الس تساوي، ودي الواحد بعكس إشارته يبقى سالب 1، وهنا الس تساوي ودي السالب 6 بعكس إشارتها تبقى 6. طلعت السين يبقى أقول له كده مجموعة الحل تساوي قيم السين دي إن هي سالب 1 و6. طيب المعادلة التانية مصفرة، وده كان حاجة اسمها فرق بين مربعين. نفتكرهم مع بعض كده، بنفتح قوسين ونسويهم بالصفر زي ما المعادلة مصفرة كده، وكنا بنقول س تربيع ناقص 9 دي هاخد جذر كل واحدة فيهم وقوس هكتب فيه موجب وقوس هكتب فيه سالب. فالسين تربيع عبارة عن س في س، وجذر 9 3 يبقى 3 هنا و3 هنا، ومرة موجب ومرة سالب، يبقى من هنا السين تساوي، ممكن تصفر القوس ده وتطلع السين، وممكن على طول تاخد عكس إشارة دي تبقى سالب 3، والسين هنا تساوي عكس السالب 3 دي عكس إشارتها تبقى 3، يبقى مجموعة الحل هي سالب 3 و3. وممكن طبعا تحلها هنا دي تقول س تربيع تساوي 9، ودينا التسعة هنا بعكس إشارتها يبقى السين بس عشان أطير التربيع بطيرها بالجذر التربيعي، بس نقول موجب أو سالب جذر 9، إن هي السين تساوي موجب أو سالب برضو 3 وهتديني نفس مجموعة الحل. طب تعالى نحل دي كده. هتلاحظ هو طالب منك باستخدام القانون العام، لأن المسألة دي مش هتقدر تحللها. هتيجي تقول كام في كام يديني 1 ولما أجمعهم يديني 6 مش هتلاقي، فلازم نستخدم القانون العام واتأكد الأول إن المعادلة مصفرة. طيب إيه هو القانون العام؟ نفتكره عشان ده مهم جدا في منهج السنة دي. كنا بنطلع الألف بتساوي كام والباء والجيم. إيه هي الألف؟ الألف إن هو معامل السين تربيع، العدد اللي مضروب في السين تربيع. الباء إن هو معامل السين س أس 1.
الجيم ان هو الحد المطلق اللي مفهوش رموز. فهنا بالترتيب كده س تربيع س أس صفر ان هو الحد المطلق. يبقى الألف معامل السين تربيع هنا 1، الباء معامل السين بنفس إشارته ان هي -6، الجيم ان هي الحد المطلق ان هو 1. وتعالى افكرك بالقانون العام، كنا بنقول س تساوي سالب باء موجب او سالب جذر باء تربيع ناقص 4 ألف ج على 2 ألف. وكل اللي هنعمله ان احنا هنعوض. يبقى اقول له س تساوي سالب باء، هي الباء ب6، احط لها كمان السالب بتاع القانون تبقى سالب وجنبها -6، السالب يروح مع السالب يبقوا موجب، يبقى السالب باء كده هتبقى 6 موجب او سالب جذر باء تربيع. وانت بتربع مالكش دعوه بالسالب، هيروح مع التربيع. يعني نقول -6 تربيع يعني 6 تربيع ب36 ناقص 4 في ألف في جيم، ألف ان هي ب1 في جيم ان هي برضه ب1 على 2 ألف ان هي 2 في 1 ان هي ب2. يبقى هنقول كده السين تساوي 6 موجب او سالب جذر، ونصفي الكلام اللي تحت الجذر. 36 ناقص 4 في 1 في 1، احنا عارفين ان احنا بنضرب الاول، فهنزل ال36 وبعد كده اضرب -4 في 1 في 1 يديني -4 على الاتنين. الكلام ده هنصفيه، هنقول له السين تساوي 6 موجب او سالب جذر 36 ناقص 4 يديني 32 على الاتنين. هتطلع هنا السين تساوي 6 موجب او سالب، وتكتب جذر 32 على الآلة هيدي لك 4 جذر 2. لو عايز تعرف جت منين ارجع لمنهج تاني اعدادي. ال 32 عايز ادور على عددين واحد له جذر وواحد ملوش جذر، 2 في 16. ال 16 لها جذر تربيع تخرج ب4، الاتنين ملهاش تفضل تحت الجذر. الكلام ده على الاتنين. تعال نبسطها وناخد العامل المشترك. هنا 6 وهنا 4، هما الاتنين بيقبلوا الاسم على الاتنين، فهاخد الاتنين عامل مشترك ونفتح قوس كده ونقسم كل حد على العامل المشترك. 6 على الاتنين فيها ال3 موجب او سالب، 4 على الاتنين فيها ال2 وجذر 2 تنزل زي ما هي. الكلام ده على الاتنين. هلاقي ان الاتنين اللي في البسط اللي مضروبة دي هتتحذف مع الاتنين اللي في المقام، يبقى السين تساوي 3 موجب او سالب 2 جذر 2. نرجع كده، يعني ايه موجب او سالب؟ يعني خدها مرة بالموجب ومرة بالسالب. يعني هنقول له السين تساوي 3 زائد 2 جذر 2، والسين التانية تساوي 3 ناقص 2 جذر 2. هتدخل دي بالآلة الحاسبة هتديلك 5.8، يبقى تقول له مجموعة الحل تساوي 5.8، ودي هتدخلها على الآلة الحاسبة هتديلك 2/10، يبقى تكتبها برضه في مجموعة الحل تبقى 2/10. عايزك تحل مسائل كتير على القانون العام ده، وهنتكلم عنه النهاردة عشان هيفيدنا في منهج السنة دي إن شاء الله. نشوف المسألة دي كده. ولاحظت إن أنا عندي السين في المقامات هنا، فأنا عايز أخلص من المقامات دي. والمسألة هنا على اليمين جمع، كنا بنعمل إيه؟ اضرب المقامات في بعضهم، طالما مش نفس المقام اضرب المقامات في بعضهم وبعد كده اعمل مقص. يعني أنا هنا هضرب س ناقص 2 في س زائد 2. الكلام ده خدته في أولى إعدادي، لما يبقى كده المقدارين زي بعض بس واحد بالموجب في النص وواحد بالسالب، اضرب الأول في الأول ناقص التاني في التاني، أو مربع الأول ناقص مربع التاني. فهنا هنقول الكلام ده يساوي س في س بس تربيع ناقص 2 في 2 ب4. حتى أنا لو خدت س تربيع ناقص 4 دي حللتها فعلا هتطلع لي س ناقص 2 في س زائد 2. نضرب بعد كده 3 في س زائد 2 المقص اللي اتفقنا عليه، نضربها كلها 3 في س ب3 س، 3 في 2 ب6 بالموجب. اضرب بعد كده ال2 في س ناقص 2، 2 في س ب2 س،
بالموجب. 2 في سالب 2 بسالب 4. الكلام ده كله يساوي كام؟ يساوي 2 زي ما هو مديني. صف الكلام اللي فوق ده هتلاقي عندك هنا حدود متشابهة ان هي 3 س و2 س. 3 س و2 س يديني 5 س. 6 ناقص 4 يديني 2 بالموجب. جمعت الحدود المتشابهة على س تربيع ناقص 4. الكلام ده يساوي كام؟ يساوي 2. في هنا حاجة تساوي حاجة أو نسبة تساوي نسبة، خلي الاتنين مقامها واحد واشتغل كده. حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، المقص. 5 س زائد 2 في 1 هي 5 س زائد 2 تساوي س تربيع ناقص 4 هنضربها في الاتنين. اضرب واحدة واحدة، 2 في س تربيع ب2 س تربيع. 2 في سالب 4 بسالب 8. ابدأ دلوقتي صفر المعادلة بتاعتك وجمع الحدود المتشابهة. أنا عايز أخلي الاتنين س تربيع دي مكانها ناقص 8 برضه، وهجيب كل اللي على اليمين ده جنبها على الشمال بعكس إشارته. طب ليه ما وديتش الاتنين س تربيع؟ عشان ما تروحش بالسالب واضطر بعد كده أخلص من السالب، فخليها مكانها. وهات الخمسة س دي تبقى سالب 5 س، ودي الاتنين برضه تبقى سالب 2. الكلام ده يساوي 0. جمع كده الحدود المتشابهة تبقى الاتنين س تربيع مفيش حد س تربيع شبهها، نزلتها زي ما هي. هنا هجمع وارتب في نفس الوقت، يعني الس تربيع بعدها السين تبقى سالب 5 س. سالب 8 ناقص 2 شبه بعض يديني سالب 10. الكلام ده يساوي 0. متهيألي انت كده عرفت هنكمل ازاي. هنقول له الالف ان هو معامل السين تربيع ب2، والباء معامل السين ان هو سالب 5، والجيم ان هو الحد المطلق ان هو سالب 10. واكتب لك القانون كده سريعا. السين تساوي سالب باء موجب او سالب جذر باء تربيع ناقص 4 ألف جيم على 2 ألف. ويلا نعوض بسرعة. سالب باء، الباء بسالب 5 نحط لها السالب بتاع القانون تبقى 5 موجب أو سالب جذر باء تربيع سالب 5 تربيع ب25 ناقص 4 في ألف إن هي ب2 في جيم إن هي بسالب 10 على 2 ألف إن هي 2 في 2. صف الكلام ده هتلاقي هنا 5 موجب أو سالب جذر، نزل ال25 لغاية ما تضرب سالب 4 في 2 بسالب 8. سالب 8 في سالب 10 سالب في سالب بموجب، و8 في 10 ب80 على 2 في 2 ب4. يعني الكلام ده يساوي 5 موجب أو سالب جذر، اجمع الكلام ده يدي لك 105 على 4. بنفس الفكرة برضو هناخدها مرة بالموجب ومرة بالسالب. يبقى نقول له 5 زائد جذر 105 على 4، و5 ناقص جذر 105 على 4. ويجي هنا دور الآلة وتطلع مجموعة الحل. هتدخل الكلام ده على الآلة الأولى هتدي لك 3.8، والتانية لما تدخلها هتدي لك سالب 1.3. طب تعالى نفتكر عدد الحلول بتاع المعادلة من الدرجة التانية، الكلام اللي اتكلمنا عنه في تالتة اعدادي. لما يبقى في الحالات دي احنا بنقول القانون العام سالب باء موجب او سالب جذر باء تربيع ناقص 4 ألف جيم على 2 ألف. أنا كل اللي يهمني في القانون العام دلوقتي وعايزك تركز فيه عشان هنحتاج له بعد كده، اللي تحت الجذر ده. اللي تحت الجذر ده بنسميه ايه؟ بنسميه المميز. ليه؟ لأن هو اللي هيميز لي أو هيحدد لي عدد حلول المعادلة أو عدد جذور المعادلة. يعني المعادلة ليها كام حل؟ اللي هنتكلمه دلوقتي الكلام اللي اتكلمنا عنه في تالتة اعدادي. ركز معايا كده على اللي تحت الجذر. هنا في الحالة الأولى طلع معايا جذر 2، يعني اللي تحت الجذر بالموجب. اللي تحت الجذر أفكرك أن هو باء تربيع ناقص 4 ألف جيم.
طب في الحالة دي أنا عملت إيه في المسألة اللي خدناها من شوية؟ خدت الكلام ده مرة بالموجب ومرة بالسالب. يعني قلت لك 6 زائد 4 جذر 2 على 2، ومرة 6 ناقص 4 جذر 2 على 2. يعني دي هتديني ناتج ودي هتديني ناتج. يبقى اللي تحت الجذر ده لو كان موجب هيبقى عدد الحلول بتاع المعادلة بتاعتي ايه؟ هيبقى حلان حقيقيان. يعني في ح هيبقى عندي حلين. طب تعال نشوف الحالة التانية. لما اجي اقول لك اللي تحت الجذر ده 4 ناقص 4 مثلا، يعني المعادلة بتاعتي هتتصفى على كده 3 موجب او سالب جذر صفر ان هو صفر على 2. في الحالة دي ينفع تقول لي مرة خدها بالموجب ومرة خدها بالسالب؟ ما انت لو قلت 3 زائد صفر هتدي لك 3 على 2، لو قلت 3 ناقص صفر برضه هتدي لك 3 وتحت هنا هيبقى على 2. يبقى معنى كده في ح كنا بنقول ايه في سنة تالتة اعدادي؟ ليها حل وحيد. بس ركز معايا في الكلام ده ان هو في ح. طيب هنا ده احنا في اعدادي ما كانش فيه حاجة اسمها سالب تحت الجذر التربيعي. كنا بنقول في ح في الاعداد الحقيقية ما ينفعش السالب تحت الجذر التربيعي. يبقى هنا عدد الحلول كام؟ عدد الحلول صفر، ملهاش حل في ح. ليه؟ الاعداد الحقيقية ما فيش سالب تحت الجذر التربيعي. هنعرف ان شاء الله في الدرس الاول في الجبر اللي هناخده الحصة الجاية ان شاء الله ان في سالب تحت الجذر التربيعي، بس مش هيبقى في الاعداد الحقيقية. ده حاجة اسمها عدد تخيلي في مجموعة الاعداد المركبة. عشان ما اطولش عليك هنشرحه باستفاضة وناخد كل مسائل ان شاء الله الحصة الجاية. يبقى هنا لما يجي يطلب مني مجموعة الحل في ح اقول له مجموعة الحل ايه؟ فاي. ده في ح الكلام ده، وعايزك تركز في الكلام ده. طب نفتكر برضو من كلام تالتة اعدادي كنا بنحل المعادلة دي ازاي بيانيا. عندي معادلة بيقول لي اوجد بيانيا في ح مجموعة حل المعادلة دي مستعينا بالفترة -2 و4. كنا بنعمل الجدول ده كده ونبدأ من -2 لغاية ما نوصل ل4. -2 -1 0 1 2 3 4. ونبدأ نعوض نحط له المعادلة كده على صورة د س تساوي س تربيع ناقص 2 س ناقص 3، ونجيب سالب د سالب 2 دي. يعني شيل كل س وعوض عنها بسالب 2. فسالب 2 تربيع ان هي مكان س تربيع تدينا 4 ناقص 2 في سالب 2 يديني سالب 4. السالب ورا السالب دي هخليهم موجب ناقص 3. بعوض بس الكلام ده يساوي كام؟ 4 و4 8، 8 ناقص 3 يديني 5. يبقى هنا هنكتب 5. ده سالب 1 عوض عن كل س بسالب 1. س تربيع يعني سالب 1 تربيع ان هي ب1 ناقص 2 س يعني 2 في سالب 1 بسالب 2. برضو السالب ورا السالب اخليهم موجب. بعد كده ناقص 3. 1 زائد 2 3، 3 ناقص 3 0. هكمل لك انا عشان وقت الفيديو اعوض لك بكل الكلام ده. كده كملنا الجدول. وطبعا ممكن تدخل الكلام ده على الآلة الحاسبة وانت عارف الكلام ده من تالتة اعدادي. هنروح نمثل النقط دي ان هي -2 و5. اول حاجة زي ما كنا متفقين في اعدادي نقف على محور السينات الاول على العدد اللي في السين، ويا اما نطلع يا اما ننزل يا اما نفضل مكاننا. نطلع لو الصاد بموجب، ننزل لو الصاد سالب، نفضل مكاننا لو الصاد بصفر. فهنا -2 و5، فنقف على محور السينات ل-2 ونطلع فوق -2 لل5 ونعمل نقطة. -1 و0 نقف على -1، والصفر ده ولا موجب عشان اطلع له ولا سالب عشان ينزل، نفضل مكاننا. 0 و-3، 0 وننزل لل-3. 2 أو 1 و-4، 1 وننزل تحت الواحد لل-4. 2 و-3، 2 وننزل لل-3. 3 و0، 3 ومكاني عشان الصفر ولا موجب ولا سالب. بعد كده 4 و5، 4 ونطلع لل5. وبعد كده نوصل المنحنى بتاعنا
ونوصل النقط دي ببعض، فهيطلع المنحنى بالشكل ده. طب ايه هي مجموعة الحل؟ مجموعة الحل هي المكان اللي لمس فيه المنحنى او قطع فيه المنحنى محور السينات. ماليش دعوة بمحور الصلات الرأسي ده، اهم حاجة عندي في مجموعة الحل هو محور السينات. فنلاقيه هنا قطع محور السينات في النقطة 3 وصفر، مالكش دعوة بالنقطة، هو عند رقم كام؟ وعند رقم 3، يبقى مجموعة الحل 3. وقطع محور السينات برضو هنا عند -1، يبقى 3 و-1، يبقى هي دي مجموعة الحل لما حلتها بيانيا. يبقى أنا لما كنت أطلع مجموعة الحل عندي 3 حالات. أهم حاجة عندي في مجموعة الحل هو المكان اللي قطع فيه المنحنى محور السينات، ماليش دعوة بالصاد. فلو افترضنا كده زي الحالة اللي فاتت والمسألة اللي فاتت أن المنحنى قطع محور السينات في نقطتين، النقطة دي اسمها لام وصفر. لام ده أي عدد، 2 3 1. النقطة دي مثلا العدد ده اسمه ميم، فميم وصفر. الصفر هنا ان هو بتاع الصاد، مالكش دعوة بيه. السين هنا لام والسين هنا ميم، يبقى هنا نقول له مجموعة الحل لام وميم. طيب هنا قطع محور السينات في نقطة واحدة، يبقى مجموعة الحل هي لام بس. طب هنا ما لمسش محور السينات خالص، يبقى نقول له مجموعة الحل فاي. الكلام ده احنا بنتكلم في مجموعة الأعداد الحقيقية. دلوقتي تعالى نحل مسائل اختر اللي هتلاقيها في الكتاب عندك. بيقول لي أول حاجة مجموعة حل المعادلة س تربيع ناقص 1 يساوي 0. هنحلها سريعا كده. ده فرق بين مربعين بتفتح له قوسين، والسين تربيع س في س، الواحد جذر واحد، يبقى واحد هنا واحد هنا، ومرة موجب ومرة سالب، يبقى تقول له السين دي تساوي -1 عكس إشارة دي، والسين دي تساوي 1 ان هي عكس إشارة دي. يبقى مجموعة الحل كده -1 و1 ان هي الإجابة رقم د. بعد كده بيقول لي مجموعة حل المعادلة س تربيع ناقص 6 س زائد 9. ده مقدار ثلاثي مربع كامل. عايز تحلله مربع كامل ماشي، عايز تحلله بسيط وتقول هنا افتح قوسين واساويهم بالصفر برضو ماشي. السين تربيع دي س في س، كام في كام يديني 9، ولما اجمعهم يديني 6، هي 3 في 3. الاخير موجب، يبقى القوسين هياخدوا اشارة النص ان هي سالب، يبقى السين هنا ب3 والسين هنا ب3، فهنا هقول له مجموعة الحل هي 3 بس، عشان في المجموعات مش بكرر عناصر. في المسألة دي طالب مني مجموعة حل المعادلة س تربيع ناقص س يساوي 0. لاحظت هنا س وهنا س، يعني السين مكررة بناخدها عامل مشترك بأقل أس، ان هي س أس 1، ونقسم كل حد على العامل المشترك. س تربيع على س فيها س، ناقص س على س فيها الواحد، الكلام ده برضو يساوي 0. هنا اقول له يا اما السين اللي بره دي هي اللي بصفر، يا اما السين ناقص 1 هي اللي بصفر، يبقى منها السين هتساوي 1، يبقى مجموعة الحل 0 و1. طب خلي بالك معايا، هنا بيقول لي عايز مجموعة حل المعادلة دي في ح ستار. يعني ايه ح ستار؟ ح ستار ان هي الموجب، الاعداد الحقيقية الموجبة والاعداد الحقيقية السالبة، يعني مفيش صفر، يعني لو طلع لك صفر ما تاخدوش. فتعال نحل كده برضو، هنا في س وهنا في س، ناخد السين بأقل أس عامل مشترك ونفتح قوس ونساوي الكلام ده بصفر، ونقول له س تربيع على س فيها س زائد 3 س على س، يتبقى لي ال3، يبقى يا إما السين دي اللي بره بصفر، يا إما السين زائد 3 هي اللي بصفر، ومنها تبقى السين تساوي -3. زي ما اتفقنا في ح ستار، يبقى مش هاخد السين اللي بصفر دي، يبقى اقول له مجموعة الحل هي -3 بس. رقم 5 بيقول لي عدد حلول المعادلة س تربيع زائد 9 يساوي 0 في ح. عدد الحلول ايه؟ اقول له عدد الحلول على طول 0. ولو طلبت مني مجموعة الحل في ح هقول لك فاي. ليه؟ لان كنا متفقين في اعدادي تربيع زائد حاجة يساوي 0،
على طول قول له مجموعة الحل فاي وعدد الحلول صفر، لأن احنا لو حليناها كده س تربيع زائد 9 تساوي صفر، ما تقوليش هنا حلل، ده مجموع مربعين مش فرق بين مربعين. فاحنا هنحلها كده، هنقول س تربيع تساوي، ودي التسعة بعكس إشارتها تبقى -9، يبقى السين بس تساوي موجب أو سالب جذر -9. طب في إعدادي في الأعداد الحقيقية في سالب تحت الجذر التربيعي؟ لا، يبقى كده نقول له عدد الحلول صفر. الشرط الذي يجعل المعادلة أ س تربيع زائد ب س زائد ج يساوي صفر تربيعية. يعني إيه تربيعية؟ يعني أعلى أس للسين يبقى أس 2. بيقول لك إن الألف تكون أكبر من الصفر. يعني إيه أكبر من الصفر؟ يعني موجب. لا، ما هي لو الألف موجب هي تربيعية أصلا، كده كده هتبقى تربيعية. أنا عايز شرط يخليها لي تربيعية. ألف أصغر من الصفر، ممكن تبقى هنا أصغر من الصفر يعني سالب، وأرجع أقسم على السالب مفيش مشكلة. طب ألف لا تساوي صفر، أقول له ده أهم شرط، أن الألف ما تساويش صفر، لأن الألف هنا لو بصفر، صفر في س تربيع أو صفر في أي حاجة بصفر، يبقى دي اتلغت كده ما بقتش تربيعية. يبقى أهم شرط عندي إن الألف لا تساوي صفر. إذا كان أحد جذري المعادلة دي س تربيع ناقص 16 يساوي صفر هو 4، فإن الجذر الآخر لو حللناها أو حلينا المعادلة دي، هقول له هنا س تربيع ناقص 16 يساوي صفر، هنحللها فرق بين مربعين، يبقى س ناقص 4 وس زائد 4 كلنا عارفينها، يبقى السين هنا تساوي 4 والسين هنا تساوي -4. الجذرين بتوع المعادلة أو الحلين هم 4 و-4. هو بيقول لي إذا كان أحد جذري المعادلة هو 4، طلع معايا ال4 أهو. الجذر الآخر إيه؟ أقول له -4. رقم 8 بيقول لي إذا كان س تساوي 3 جذرا للمعادلة دي، فإن م بكام؟ ممكن هنا طالما أنت قلت لي س تساوي 3 جذر ليها، طالب مني قيمة مجهولة إن هو الميم، عوض عن كل س ب3 هتطلع لك الميم. هنا س تربيع يعني 3 تربيع ب9 زائد م س يعني م في س ان هي م في 3 ب3 م تساوي 3. حل معادلة هتطلع معاك الميم. يبقى هقول له 3 م تساوي 3 صاحبة المكان هنا، وودي ال9 بعكس إشارتها تبقى -9. يبقى ال3 م تساوي 3 ناقص 9 يديني -6. عايز تخلص من اللي جنب الميم اللي هي مضروبة فيها ان هي ال3 دي، اقسم هنا على ال3 وهنا على ال3، دي راحت مع دي، يبقى الميم تساوي -6 على 3 يديني -2، ان هي الإجابة رقم باء. إذا كان س تساوي -1 أحد جذور المعادلة دي برضو، فإن ك بكام؟ بنفس الفكرة اللي فاتت، عوض عن كل س ب1 هتطلع لك الكاف. طب هنا س تربيع يعني -1 تربيع ان هي ب1 زائد كاف س، هنشيل السين ونعوض ب1، يبقى -1 في كاف بسالب كاف. الموجب ده لما اضربه في سالب هيفضل سالب زي ما هو، ناقص 6 تساوي 2 كاف زي ما هي، انا بعوض مكان السين بس، زائد 4. جمع كده الحدود المتشابهة، السالب كاف دي وديها جنب الاتنين كاف، وال4 وديها جنب الارقام اللي شبهها، يبقى هننزل الواحد ناقص 6 وودي الموجب 4 دي تبقى -4 تساوي هنا على الشمال 2 كاف، نجيب لها السالب كاف بعكس إشارتها تبقى موجب كاف. 1 ناقص 6 يديني -5، -5 ناقص 4 يديني -9 تساوي 2 كاف زائد كاف يديني 3 كاف. عايز الكاف اقسم على اللي مضروب فيها ان هو ال3، اقسم هنا على ال3 وهنا على ال3، يبقى الكاف تساوي -9 على 3 يديني -3. يبقى الإجابة رقم باء. طب في السؤال ده بيقول لي إذا كان س تساوي 4 أحد جذري المعادلة دي، فإن مين في دول في الاختيارات دول صحيح؟
تعالى الأول نعوض عن كل س ب4 ونشوف مين في دول صحيح. يقول لي س تساوي 4، هنا س تربيع يعني 4 تربيع ان هي 16، زائد م س يعني زائد بدل السين 4 يبقى 4 في م ب4 م تساوي 4. يبقى ال4 م تساوي 4، وودي ال16 بعكس شريطها تبقى سالب 16. يبقى ال4 م تساوي 4 ناقص 16 يديني سالب 12. اقسم هنا على 4 وهنا على 4 يبقى الميم تساوي سالب 12 على 4 يديني سالب 3. طب ركز معايا عشان في ناس هتجري وتختار م تساوي سالب 3. هي صح، م تساوي سالب 3. طب تعالى نجرب الباقي. بيقول لي م عدد زوجي؟ لا مش زوجي، ده سالب 3. طب بيقول لي 1 ناقص م مربع كامل. تعالى نجرب الاختيار ده كده. 1 ناقص م ان هي بسالب 3. 1 ناقص سالب 3، السالب ورا السالب هنخليهم موجب، يبقى 1 زائد 3 4. الأربعة اللي طلعت معايا دي عدد مربع كامل؟ فعلا مربع كامل. يعني ايه مربع كامل؟ يعني له جذر تربيعي زي 1 وال4 وال9 وال16 وال25 وهكذا. يبقى أنا عندي اختيارين صح، أ وج. هو مديني الاختيارين دول في رقم د، بيقول لي أ وج صحيحان، أقول له فعلا، يبقى الاختيار الصح بتاعي هيبقى د، إن هو الإجابة أ والإجابة ج هم اللي صحيحان. وبكده يبقى خلصنا أول حصة إن شاء الله. كانت حاجات كده من سنة تالتة إعدادي هتفيدنا السنة دي، وإن شاء الله ناخد أول درس في المنهج الحصة الجاية، إن هو مقدمة عن الأعداد المركبة بكل أفكار الدرس، شرح وحل مسائل من كتاب المعاصر وكتاب المدرسة بإذن الله. أتمنى لكم كل توفيق واترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.